مساءكم فله. الموضوع اللي هتكلم عليه النهاردة من أكتر المواضيع اللي حاساها بتمسني أنا شخصيا، خصوصا الفترة الأخيرة، ويمكن تقريبا من بدايتي على اليوتيوب وأنا حاسة بيها على طول، عشان أنا بدأت اليوتيوب بعد لما اتجوزت، ومن هنا بدأت أشيل مسؤولية، وبعدين ربنا رزقني بأحمد، حاسه ان انا على طول في دوامه وفي ضغط. فالموضوع النهارده هو ازاي تحققوا البالانس او التوازن ما بين حياتكم الشخصيه وما بين الشغل. انا شايفه ان هو مش مجرد بس للناس اللي بتشتغل، لا، انت ازاي توفق وتعمل بالانس ما بين حياتك الشخصيه و مذاكرتك ودراستك، حياتك الشخصية وأي حاجة بتعملها في حياتك. ممكن الهواية تبقى هي شغلك، ممكن الدراسة تبقى هو شغلك دلوقتي، ممكن تكون خلاص خلصت الدراسة وبتشتغل. فأنا شايفة ان هو موضوع مهم، وعملت كوباية شاي اهي، وتعالوا نتكلم شوية. مين فينا ما بيحسش ان هو مضغوط من الشغل او مضغوط من المذاكرة او مضغوط من المجهود للمسؤولية اللي هو بيقوم بيها وبيعملها؟ وهنا كلامي للناس اللي عندها، زي ما قلت كتير قبل كده، عندها أهداف، عندها مسؤوليات، عندها أحلام، عندها طموحات، عندها شغل، عندها مذاكرة، عندها حاجة بتحققها في حياتها. طيب، هل ممكن ان احنا نلاقي التوازن اللي يخلينا نعمل كل حاجة من غير ما نحس بالإرهاق، عشان نقدر نوازن ما بين الحياة الشخصية والشغل؟ لو انا قلت لكم ان في الفيديو النهارده هديكم الخلاصه والخلطه السحريه اللي بتخلي اي حد واو بيرفكت والحياه فلالي، ابقى انسانه كدابه، ومفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. انا شخصيا من خلال تجربتي 5 سنين هم من ساعه ما بدات شغلي اون سوشيال ميديا، والله يمكن قبلها بس ما كانش عندي المسؤولية الكبيرة اللي تخليني اقعد اخطط وافكر واخش في تجارب فنقدر نعتبرها هما ال5 سنين اللي فاتوا. مستحيل 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 تعمل بالانس طول الوقت، مفيش حاجة اسمها كده ابدا في الدنيا. فانا هحاول النهاردة ان انا اقول لك على كام حاجة انا عملتها، او على الكام حاجة اللي انا مريت بيها اللي بتخلي شوية احساس الذنب يقل، وان انا فعلا اقدر اوازن او اعادل ما بين الحياة الشخصية وما بين شغلي، ايا كان، سواء شغلي بره as a business woman، سواء شغلي on social media، عشان انا بعمل كذا حاجة. طيب، هل يا لبنى لو لقينا التوازن ده، التوازن اللي ما بين الحياة الشخصية والحياة العملية، لو لقينا التوازن ده، هل فعلا ممكن يأثر علينا؟ لو انت قدرت ان انت توصل لمرحلة كويسة بانك توازن فعلا ما بين حياتك الشخصية وما بين الشغل، هتلاقي ان انت نفسيا احسن، بتدي اكتر في كل جهة من الجهتين، والانتاجية بتاعتك اعلى. طيب، انت قلت في الاول ان هو مفيش خلطة سحرية. طيب، هل ده معناه ان هو مستحيل ان احنا نركز في جنب واحد من الاتنين؟ لا، مش مستحيل، بس صعب. الفكرة ان انت لما بتركز على جانب الشغل بس، فانت بتهمل جانب الحياة الشخصية، فنفسيتك بتتأثر، بتبقى يعني النفسية نازلة، والحالة النفسية العامة في النازل، ومزاجك وحش على طول، وحاسس ان انت مفيش اي علاقات اجتماعية مع اي حد، لان انت حاشر نفسك في الشغل او حاشر نفسك في المذاكرة او. طيب، ولو احنا ما عملناش ده وما مدناش اي طاقة للجانب الشغل او جانب الدراسة او ايا كان، هنحس ان احنا معناش فلوس مفلسين، ضايعين، ملناش هدف، ناكل ونشرب وننام، عايشين حياة ولا كأننا يعني، فاهميني، ما عندناش هدف، عايشين كده وخلاص. لازم يكون في توازن ما بين الأمرين، وهو صعب، مش مستحيل، بس صعب، وصعب جدا. أنا لحد النهاردة بشتغل عليه. مستحيل تلاقي حد في يوم وليلة ولا في سنة ولا في 2 يقدر ان هو يعمل ده. انا شخصيا كلبنى
عندي قناعات كده معينة، وكنت كتير قوي بقولها في الستوريز، كانوا يسألوني عليها او يبعتوا لي مسجز بيها. هل انت بتقدري توفقي ما بين حياتك الشخصيه والشغل؟ طب ما في بلوجرز كتير ويوتيوبرز كتير بيقدروا يعملوا ده ويعملوا ده، وبنشوفهم بيصوروا كتير ونشوفهم بيعملوا كتير، وانتي ما بتصوريش كتير، وانتي. انا عندي قناعات معينه. الناس اللي انتوا بتشوفوها بتعمل ده، اولا ما بتصورش خيبتها، ما حدش بيصور خيبته. ثانيا عندهم اللي يساعدهم، ما بيبينوش ده اون كام، ما بيطلعوهوش في الستوريز، ما بيقولوش عنه حاجة، بس عندهم اللي يساعدهم. بمعنى لو هو واحد فهو ممكن وراه تيم، لو هي واحدة في الأغلب، وخصوصا لو متجوزة. يعني أنا بتكلم عن متجوزة، أنا بحس إن اللي لسه متجوزتش دي في عندها أريحية شوية ومسؤولية أقل. هي مسؤوليتها نجاحها وكاريرها نفسه، مش نجاحها وكاريرها زائد بيتها. فبالنسبة لي اللي بتكون متجوزة أنا بشوف إن هي بيكون عندها مثلا مامتها بتساعدها، حماتها بتساعدها، جايبة ناني أو whatever بيقولوا المسمى عليها إيه بالظبط، بتساعدها، بتاخد بالها من العيال. مش موجودة هي أغلب الوقت لأن بتسافر وبتروح وبتيجي. أما بقعد أحسب وأشوف الكلام ده مستحيل تكوني بتاخدي عيالك معاكي في كل سفرية، مستحيل بتاخدي عيالك معاكي في كل ايفنت، مستحيل تكوني بتاخدي عيالك في كل ميتنج للشغل. لا مستحيل يا جماعة، مستحيل. مش منطقي. أنا نفسي حرفيا جربت الأمرين. جربت إن أنا أهتم بشغلي بنسبة 80%. نفسيا أنا تعبانة جدا، مش عاجبني مثلا شكل البيت، مش عاجبني ان انا مش مروقه مثلا كذا حاجه، مش عاجباني الدنيا دي، حاسه ان انا متضايقه متعصبه، محتاجه اقضي وقت اكتر مع البيت لان كده حاسه بالذنب ناحيتهم وتجاههم. وجربت ان انا اكون مديه 80% للبيت و20% للشغل. شغل اقل، ريتش يقع، لايكات اقل، الناس ما تتفرجش على فيديوهاتي، وقيسوا على ذلك بقى حاجات كتير قوي. فانت لو ما قدرتش توازن وتخلي هنا 50% وهنا 50%، هتحس ان في ضعف في ناحية من الناحيتين. فلازم قدر الامكان، الموضوع فعلا صعب بس مش مستحيل، عشان برضو نكون حقانيين، الموضوع مش مستحيل لكن هو صعب، بياخد مجهود، بياخد وقت، وتنظيم الوقت هو اللي بيساعدنا ان احنا نوصل لحاجة زي كده. ليه بقول مش يعني هو مش مستحيل، بس صعب عشان تنظيم الوقت كمان صعب، وصعب انك تلتزم بيه. التزامك بالجدول اللي انت حاطه لنفسك وبتنظيمك لوقتك مش دايما بيظبط، خصوصا لو عندك اطفال، لان الاطفال غير متوقعين في حاجات كتير. يعني مثلا يتعبوا، يجي لهم برد، مش عارف ايه، لا اللي عندهم احتياجات، لا مش عارف ايه، لا في مدارس، مش وانت اللي بتعمل ده لوحدك. لو في عوامل مساعدة زي ما انا قلت يبقى نلغي كل الكلام ده، هتقدر تعمل بالانس وهتقدر تعمل كل حاجة، وهتلاقي وقت لشغلك ولنفسك ولبيتك ولكل حاجة، لان في حد شايل معاك. انا بتكلم على الشخص اللي بيعمل كل حاجة لوحده. لازم نكون واخدين بالنا قوي من النقطة دي. نقدر نقول كده في تقريبا 5 خطوات حاولت ان انا اتبعهم عشان يخلوا في عندي البالانس دوت والتوازن ما بين الشغل والحياة الشخصية. اول حاجة واهم حاجة دايما ومن اكتر الحاجات اللي انا لما فعلا بحطها قدام عيني بنجز كتير في حياتي الشخصية والعملية، حط اولوياتك في الناحيتين وابدأ نفذ. هتلاقي الدنيا اسهل بكتير، وبتقلل شوية من فكرة ان الموضوع ده يكون مستحيل. لما تحط اولويات الشغل 1 و2 و3، واولويات البيت 1 و2 و3 النهاردة مثلا او الاسبوع ده مثلا، تبص تلاقي نفسك خلاص انت فعلا عندك البالانس انك تقدر تبقى عامل ده وعامل ده ومبسوط ومرتاح نفسيا. دايما اقول لكم على موضوع الاولويات ده في كل حاجة في حياتكم، مهم جدا. تاني حاجة ولسه قايله لكم عليها، تنظيم الوقت. لما تنظم وقتك
بنسبة كبيرة بتقدر ان انت توفق ما بين هنا وهنا. الحياة مش محتاجة انك تستعجل، وده درس اتعلمته بالغالي فعلا. ما كانش في وقتي والله حد بيتكلم on سوشيال ميديا على الكلام ده، مؤخرا كله بقى بيتكلم عنه. مش لازم تستعجل ولا تتسربع على كل حاجة. نظم وقتك. النهاردة هعمل 1-10 يا سيدي، ما عنديش مشكلة. ومن ناحية حياتي الشخصية هعمل من 1-10 واشوف واشتغل. هلاقي نفسي فعلا عملت موازنة ما بين الاتنين، وحاولت اخلي الاتنين قريبين من بعض. يعني انا بالنسبة لي بحط نفسي 1 و2 و3 و1 و2 و3. الشغل عندي 1 و2 و3، والبيت عندي 1 و2 و3، ولازم انجزهم النهاردة مثلا. فنظموا وقتكم على قد ما تقدروا، عشان حاجات كتير بتبقى خارجة عن ارادتنا وما نقدرش ان احنا نتحكم فيها. تالت حاجة كلمتكم عليها كتير وفي حلقة لوحدها، قولوا لأ. لانك قولت لأ بتخدم تنظيم الوقت وبتخدم الاولويات، عشان ساعتها فعلا مش هيبقى عندك وقت للتفاهات. انت لو نظمت وقتك وحددت اولوياتك، لأ لما تقولها هتساعدك كتير في انك تنجز. انت عندك 1 و2 و3 في البيت او لحياتك الشخصية، وعندك 1 و2 و3 للشغل. ظهر لك احنا خانة 2، ظهر لك خانة 3 فيها 1 و2 و3 و4 و5. هتعمل ايه؟ لو عملت ال5 دول من غير ما تقول فيهم ولا لأ، انت لا انجزت هنا ولا انجزت هنا، وضيعت يومك على الفاضي حرفيا. مش هقولك ان انت تمشي روبوت، نو واي. اكيد بيحصل دروبات، ما انا بقولك حاول على قدر الامكان انك تعمل البالانس، بس ما تخليش ده كل يوم، ما تخليش ده العادي، ما تخليش ده الاساس. دايما فوق لنفسك ولأولوياتك. رابع نقطة، دايما حاول تخلي فيه وقت لنفسك. انا بحاول، بس بما اني وكونتنت كرياتور اند بزنس وومن، بيبقى الموضوع صعب شوية عليا ان هو يكون بشكل يومي. بصراحة ده صعب جدا. بيعدي عليا ايام صعب، خلاص انا مرهقة من الشغل، من البيت، من الاولويات اللي عندي في المدرسة. لا اشوف حاجة في البيت هعملها، لا عندي كونتنت يتصور، لا عندي ميتنج لازم احضره اونلاين، لا مش عارف ايه. فخلاص يعني عدد ساعات اليوم خلصت، ومحتاجة خلاص عدد ساعات نومي أبدأ أنام. فمفيش وقت لنفسي أدي لنفسي ان انا اعمل حاجة بحبها، زي مثلا ان انا اقرأ كتاب، زي ان انا حتى اصور. لان احيانا بيبقى في حاجات بصورها بحب اصورها بره السكيدجول اللي انا حاطاه لنفسي، وبره الجدول اللي انا حاطاه لنفسي للمحتوى ان انا اعمل اي حاجة، ان انا اعمل كوباية شاي واقعد اتأمل في السقف. اي لو اتفرجت على الفيديو دوت هتبقى فاهمة معنى اللي انا بقوله، انك تفصل دماغك. احيانا ما بيكونش عندنا وقت نفصل دماغنا، بس لو انت عندك وقت ادي وقت لنفسك. ساعة في اليوم لو تقدر، اقرأ كتاب، روح الجيم، انزل اتمشى، شم هوا، بلاش اطلع البلكونة، افتح الشباك، شم هوا. اعمل اي حاجة تفصل بيها عن كل الخطط اللي انت بتخطط لها. مهمة جدا ومفيدة جدا لنفسك. لو ما قدرتش خليها مرة في الأسبوع، زي ما أنا بحاول دايما أعمل 2 كل لما ربنا يقدرك اعمل ده. طيب 5 نقطة، ودي الصراحة أنا شغالة عليها، لأن أنا يعني ما جربتهاش غير فترة صغيرة، وهي إن أنا أكافئ نفسي. بمعنى أنا لما أنجز زي ما قلت لكم حاطة لنفسي، بستخدم التودو ليست بتاعتي، حاطه لنفسي 3 أهداف و3 أهداف، 3 أهداف للبيت، 3 أهداف للشغل، وأنجزت ال6 أهداف. أكافئ نفسي إن شاء الله يا رب أنزل تحت الكشك أجيب شوكولاتاية وأطلع، مفيش مشكلة. المهم أكافئ نفسي، أحس إن أنا فعلا أنجزت وخدت المكافأة. إحنا لو اتعاملنا مع نفسنا زي ما إحنا بنحب نعامل الأطفال، إحنا جوانا نفسيتنا هتتحسن قوي 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 قوي، لان احنا جوه كل واحد فينا فيه طفل صغير. لو انت مفضلتش تعامله على انه طفل، مش نفسيتك مش هتظبط. انا بصراحة موضوع المكافأة زي ما بقول لكم انا جديدة فيه، يعني ما عملتوش غير يمكن مرة او 2، وما زلت في طور التجربة. فقولوا لي في الكومنتس لو انتوا فعلا بتعملوا كده في حياتكم، وهل عامل مفعول وتأثير كويس ولا لأ.
في نقطة كمان، ان ممكن كتير قوي تحسوا انا عملت كل حاجة، انا حددت اولوياتي. بصي يا لبنى، انا مشيت على كل اللي انت بتقولي عليه كله، حددت اولويات، نظمت وقتي، كافئت نفسي، قلت لا للحاجات اللي مش مهمة، واديت وقت لنفسي، وحاسس ان انا ما انجزتش حاجة، وحاسس ان انا برضو ما بديش كل حاجة حقها، ونفسيتي مش كويسة. في نقطة انت مش ماشي عليها صح اكيد، بمعنى انه وانت بتحط الاولويات بتاعتك مش واخد بالك ان دي مش اولويات نفسك، او مش اولويات شغلك، مش اولويات البيت، او مش اولويات حياتك الشخصية، ان النقطة دي مش في حياتك الشخصية. فحاول تركز على الموضوع ده، تركز على فعلا هل الحاجة دي شغل ولا حياة شخصية، ولا في الخانة التالتة اللي انا مش محتاجها. ما تقولش اصل انتي قلتي نخرج ونعمل وبتاع، ما دي حياتي الشخصية كل يوم، ما اكيد في حاجة غلط، بس ما تقنعنيش ان الخطة ما تمشيش كده. وخد بالك هو طبيعي، او خدي بالك خدي بالك وخد بالك، هو طبيعي ان الموضوع يكون فيه صعوبة في الاول، وفي صعوبة على طول. مش هقولك في الاول بس، هو طبيعي ان يكون في صعوبة على طول، وانك ما تقدرش تنجز على طول، بس هنمشيها زي الفيجن بورد. لو حققت بنسبة 40 ل 60% تبقى انت بطل الابطال. فكر فيها بالطريقة دي، ما تفكرش ان انا لو ما نجحتش في كل حاجة ابقى انا فشلت. لا، لو نجحت في نسبة صغيرة من اللي انا حاطه لنفسي، او اللي انا حاطاه لنفسي، يبقى انا نجحت. فكروا فيها كويس. انا بقول لكم على حاجات انا مريت بيها وبمر بيها، وتجارب ماشية فيها. بقول لكم على حاجة منطقية بحتة، لكن مش هقول لك لا اصل انت لو ما عملتش ده انت فاشل، انت ما مش هتكمل معانا انت مش تمام. لا، بالعكس، جرب وقع وافشل واغلط وانجح وهكذا، وهتلاقي نفسك وصلت. التوازن ما بين الحياة والشغل زي ما قلت لكم هو مش شبه مستحيل ولا حتى مستحيل، هو صعب ومحتاج صبر ومحتاج تجارب كتير، ومحتاج تقوم وتقع، ومحتاج ان انت فعلا يبقى عندك إرادة بجد. من المواضيع اللي محتاجة إرادة جدا جدا، وشغل كتير على نفسك كتير. أنا شخصيا بشتغل على نفسي لحد دلوقتي في الموضوع ده. ولو عايزين نصيحتي في الآخر، ابدأوا خطوة خطوة صغيرة، مش لازم تحطوا حتى 3 أهداف. يعني أنا بقول لكم أنا اهو كبيرة عندي مسؤوليات، بحط لنفسي 3 أهداف بس يومية مش أسبوعية. ابدأ بهدف واحد. طب أصلا أنا بدأت هدف واحد والهدف دوت في الأسبوع، مش بدأت؟ بدأت. يعني انتي بدأتي؟ بدأت. اوكي، نجحت فيه، حققته؟ حققته، خلاص شاطر، كمل. زي بالظبط لما تروح الجيم كده اول مره وتقعد تتمرن، او تبقى قاطع وراجع. الناس اللي بتروح الجيم هتبقى فاهماني، تتعب قوي عشان توصل للمستوى الناس اللي انت شايفه بتلعب جنبك كده وبتاع، تلاقي نفسك اول مره انت ايه ده انت فاشل. لا، انت محتاج تاخد خطوه صغيره فوقها خطوه صغيره فوقها خطوه صغيره، انجزها، خلصها، كافئ نفسك عليها، وخش في اللي بعده، وصعب على نفسك المرحله. وخدوا بالكم دايما صغيرين او كبار اللي بيشوفوا الفيديوز ديت، الحياه لازم هنتعب فيها. لو الحياه سهله عارفوا ان في حاجه غلط، لان هو ان خلقنا الانسان في كبد في معارك على طول مستمرة، فطبيعي هيكون في تعب على طول. ده العادي. اللي مش عادي انك ما تلاقيش تعب، تبدأ تخاف على نفسك، ايه ده انا بعمل ايه، انا ايه اللي بيحصل لي، معقولة؟ لا، عشان توصل لهدف معين او توصل لنجاح معين لازم هتتعب، وعشان توصل للتوازن اكيد هتتعب. وبس كده.